يا مساء الهنا، شايفين الجمال ده؟ هنعمله مع بعض بكل سهولة. هنعمل مع بعض النهاردة فاهيتا الجمبري. ايوه، احنا دايما متعودين ناكل فاهيتا الفراخ وفاهيتا اللحمة. هناكل النهاردة وهنعمل بكل سهولة فاهيتا الجمبري. تعالوا معايا بقى كده نشوف مقادير وصفتنا النهاردة ايه. معانا جمبري اي حجم انت تحبيه، ومعايا كمان ليمون، فلفل الوان، وتوم وفلفل اخضر، وكمان قرن شطة حامي. ومعانا البهارات بتاعتنا فلفل اسمر، كمون، كزبرة، بابريكا، ومعانا كمان توم باودر وبصل باودر والملح. الصوصات بتاعتنا معانا دبس رمان وصويا صوص وخل اعشاب او خل ابيض المتاح عندك. والعامل الاساسي معانا هنا زيت الزيتون. يلا بينا بقى نبدأ اول خطوة مع بعض، وهي ان احنا نتبل الجمبري. انا هنا بقول لكم ما تنسوش اللايك بتاعي. هبدأ بقى اخد الجمبري بتاعي كده في بولة اكبر شوية. زي ما قلت في الجمبري هنا اي حجم انت تحبيه، بس الطريقة دي او الوصفة دي بتحب الجمبري يكون حجمه صغير شوية. هننزل بقى بالجمبري بتاعنا كله كده. انا مش عارفة هنا كنت بقول لكم ايه بالظبط، بس ما علينا. هبدأ بقى ابهر الجمبري بتاعنا كده بنص معلقة من البابريكا، ربع معلقة توم باودر، ربع معلقة بصل باودر، وهنا رشة ملح خفيفة لان السمك عامة ما بحبش الملح الكتير، وربع معلقة كزبرة. وهنا هناخد نص معلقة من الكمون لان الجمبري بحب الكمون. معلقة كبيرة محترمة كده من الثوم المفروم. وعشان بقى اثبت البهارات بتاعتي دي كلها على الجمبري هبدأ انزل بمعلقتين من زيت الزيتون. نقدر نستخدم زيت عادي مفيش اي مشكلة، ولكن هنا زيت الزيتون بعلي التست معانا جدا. انا هنا حاولت اقلب كده بالقطاعة اللي معايا دي، ولكن انا هستخدم ايدي. نقلب كده الجمبري كله كده عشان يتغلف كله بالبهارات. وهنا الجمبري مش هيحتاج وقت كتير عشان يتبل، مش يعني مجرد ما اقطع الخضار بتاعه هنشتغل فيه على طول. تمام كده تمام. قبل ما نقطع الخضار بتاعنا هنبدأ الاول نعصر كده ليمونتين كبار على الجمبري عشان يشرب منه كده مع التتبيلة. ليمونتين حلوين كده او 3 تبع كمية الجمبري اللي معاكي. هقلب بقى كده الليمون مع الخلطة الحلوة دي وهركنها على جنب لغاية ما اقطع الخضار بتاعنا. انا اخدت هنا من كل قرن كده نصه بس على قد الكمية اللي معايا. هبدأ اقطع الخضار بتاعي جوانح كده، والشطة كمان، واللي مش حابب الاكلة بتاعته تكون سبايسي يستغنى عن الشطة. هنا بقى هنقطع البصل بنفس الطريقة بكل سهولة. خطواتنا سهلة وبسيطة، وكمان الوصفة بتاعتنا بتتعمل في 10 دقايق. هبدأ بقى أبهر الخضار بنفس طريقة الجمبري بالظبط. ربع معلقة من الكمون والكزبرة والثوم البودر والبصل البودر وكمان البابريكا، وحطينا ربع معلقة من الثوم ورشة فلفل أسمر ورشة ملح. الجريل بتاعي هنا سخن جدا، نزلت عليه بمعلقتين من زيت الزيتون. وهبدأ بقى أنزل بالجمبري بشوية الصوص الحلوين قوي دول. هبدأ كده أقلب الجمبري بتاعي سريع سريع كده، لأن زي ما احنا عارفين الجمبري ما بيغيبش على النار عشان ما يبدأش يشد معانا ونبدأ نحس ان هو زي الكاوتش. هنا عملت حفرة صغيرة كده ونزلت بربع معلقة من الثوم. هنعلي التست هنا بإيه بقى؟ هننزل بمعلقة من الخل الأبيض أو خل الأعشاب المتاحة عندك. تعالوا بقى شموا معايا أجمد ريحة. كمان نزلت بمعلقة من دبس الرمان ومعلقة من الصويا صوص. وهنقلب بقى. لكم أن تتخيلوا بقى الميكس اللي احنا عملناه ده هيعمل طعم عامل ازاي.
اخدت بقى الجمبري على جنب كده وهبدأ انزل بالخضار بتاعي. ولا احلى من كده وكمان ولا اسهل من كده. فاهيتا الجمبري دي طلعت عظمة. نزلت كده على الخضار بمعلقة من الزيت وهبدأ بقى اقلبه كويس جدا. احنا عايزين الخضار بتاعنا يكون فيه جرشة كده او قرمشة، ما يكونش مستوي ولا يعني ما يكونش دبلان. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. طبعا كده تمام قوي. احنا مش هنغيب الجمبري بتاعنا على النار اكتر من كده. كده زي الفل. هنا بقى احمد قال لي هاتي قلب شويه، فبقلب معايا وبمس عليكم. عشان خاطر احمد بقى اعملوا له لايك حلو جدا. طب نقدر ناخده كده وبالهنا والشفا نقدمه زي ما هو بالظبط زي الفل. هنا بقى انا هعمل حركه حلوه وكمان هعلي تيستو قوي. هبدأ بقى هنا انزل برشه كده من الجبنه الموتزاريلا، يدوب بس انا هسيحها مش هديها وش ولا اي حاجه. شايفين الجمال؟ انا بس سيحتها في الميكروويف او هتغطيها وهي سخنه والجبنه هتبدأ تسيح معانا. تعالوا بقى شوفوا الجمال ده والعظمه دي. هندوقه كده مع بعض. شايفين الجمال؟ بجد كان تحفه. واحمد كمان بقول لكم ان هو حلو جدا. جربوا الطريقه دي على ضمانتي. ولا احلى من كده. وصفة سهلة وسريعة وكمان حلوة جدا. تعالوا بقى نقدم معاها صوص حلو قوي. عملنا هنا معلقتين او 3 من الزبادي على معلقتين من المايونيز. هنقلبهم كويس جدا كده ونبدأ نبهرهم. هنا رشة صغيرة قوي من الكمون، رشة من الفلفل الاسمر، وكمان رشة من الكزبرة والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا. بس كده بس كده، نفس البهارات اللي حطيناها على الجمبري. هنا بقى رشة لا تذكر من الثوم. بس كده. وكده الصوص بتاعنا جاهز للتقديم. شايفين الجمال؟ لو وصلتوا هنا بقى الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، والجديد معاكم احلى واحلى باذن الله.